شيئان يغيران نظرتك للحياة: المرض والغربة. سوف تعلمك الحياة أن الشخص الوحيد الذي يمكنك أن تثق به هو أنت. أفضل الدروس في حياتك ستتعلمها عندما تسافر. شيئان يحددان شخصيتك: صبرك حين لا تملك شيئا، وتصرفاتك حين تملك كل شيء. هذه الحياة لن تقف لتراعي حزنك، إما أن تقف أنت وتكملها رغم انكسارك، أو أنك ستبقى طريحا للأبد. امنح الآخرين فرصة ثانية، فالجميع يستحق ذلك، ولكن لا تمنحهم الثالثة. لا تعطوا أكثر مما أخذتم، حتى لا تنموا في الآخرين غريزة الجشع. إن الإنسان مخلوق جشع، إذا نال أكثر مما يستحق فلن يكف عن المطالبة بالمزيد. إذا أشبعت كلبا جائعا فلن يعضك، ذلك الفرق بينه وبين الإنسان. كثرة التنازلات في البداية تجعلك لا تملك شيئا في النهاية. لن تموت إذا خسرت من تحب، ولكنك ستعيش كالميت إذا خسرت كرامتك. بعض الزوجات داء وبعضهن دواء. يحكى أن ملكا في الشرق كلف مستشاريه الحكماء يوما أن يبتكروا له جملة تبقى ماثلة دائما في الأذهان، تكون صادقة مناسبة لكل الأحوال والأزمان، فجاءوه بهذه الكلمات: وهذا أيضا سيزول. كي لا تزداد إحباطا، لا تزرع الورد عند أناس لا تشم. كثرة الضحك تذهب الهيبة. علمتني الأيام أن الإنسان لا يمكن أن يعرف حقائق الناس وصفاتهم وصدق ما يبوحون به إليه إلا حين تأتي تلك المواقف الصعبة والابتلاءات الموجعة. فالعاصفة لا تكشف فقط عن أصول الأشجار، بل عن مثانة جذورها أيضا. إذا استطعت أن تحسن حياة إنسان واحد، أو تخفف ألما واحدا، أو ترشد طائرا إلى عشه، ما ذهب عمرك سدى. المرض يغير الوجه الجميل، والفقر يغيره أكثر. لن تتعلم شيئا من الحياة إذا كنت تعتقد أنك دائما على حق. يمكنك أن تتعلم من الفشل أكثر مما تتعلم من النجاح. لا تغادر أي موقف قبل أن تقول فيه كل شيء ترغب بقوله، حتى لا تحترق من داخلك لاحقا. لسلامة عقلك ونفسيتك، لا تدخل في نقاش عقيم مع أي شخص يعتقد بأنه لا يخطئ أبدا. كلما كان الإنسان أكثر ذكاء وطيبة رأى الخير في الناس، وكلما كان أكثر غباء وشرا رأى العيوب والنواقص فيهم. يأخذ الإنسان دروسه المؤلمة من الأشياء التي أدخلها قلبه واستأمنه عليها. اعتنق الصمت، ولا تأخذ الناس على محمل الجد، ولا تأخذ الحياة على عاتقك، ولا تبالغ في عاطفتك، ولا ترضي أحدا رغما عنك. أنت تعتقد أنك إذا فعلت فوق اللازم ستنال التقدير، ولكن الحقيقة التي ستفاجئك هي أنك ستتعرض للاستغلال